ده بجد اكتر فيديو مطلوب مني الفتره دي، وهو تجربه الالعاب على البوكو اف 5. وبناء بقى على طلبات الجميع ده فيديو تجربه ببجي وكول اوف ديوتي على البوكو اف 5. فتعالوا بقى كلكم يا جيمرز واتفرجوا على الفيديو ده للاخر، لان انا فعليا هجيب لك الخلاصه في اخر الفيديو، وهقول لك لو انت جيمر تشتري البوكو اف 5 ولا تفكسه. وطبعا انت على مدار الفيديو هتشوف البوكو اف 5 بيتفرم. هنجرب نلعب على اعلى اعدادات بتوصل للموبايل ده ونشوف هيسقط فريمات ولا لا، هيسخن معانا ولا ايه دنيته في حوار السخونه دي. وطبعا مش هنسى ان انا اشوف البطاريه بتاعته هتقل كام في قد ايه. فبصراحه مفيش تظبيط اكتر من كده، فزي ما انا مظبطك انت برضو لازم تظبطني وتنزل دلوقتي حالا تعمل سبسكرايب، تراو عليا كده لايك كومنت فولو على انستجرام، سيب لك لينك تحت في الديسكربشن، ويلا بينا نبدا على طول. مبدئيا كده دي شويه معلومات لازم تعرفها عن البوكو اف 5 قبل ما نبدا لعب عليه. اول حاجه ان الموبايل هنا جاي لك بشاشه اموليد 120 هرتز حجمها 6.67 انش، وبجد الشاشه دي هتكون حوار جدا معانا لان الالوان بتاعتها وزوايا الرؤيه اللي فيها بتكون جامده قوي. والموبايل هنا على فكره جاي لك بستيريو سبيكرز، فالتجربه الصوتيه بتاعته لو انت جيمر ومش بتركب اي هاند فري هتكون ممتعه جدا بالنسبه لك، لان اي حد هيبش عليك من اليمين الصوت هيطلع من السماعه لتحت، ولو حد بيبش عليك من الشمال فالصوت هيطلع من السماعه لفوق. وعموما برده شركه بوكو عملت حساب كل جيمر ان هو بيحب يركب هاند فري، فحطت لك هنا منفذ السماعات 3.5 ملم، بس للاسف مكان منفذ السماعات موجود فوق على الشمال، فالطبيعي بتاعك ان انت كجيمر بتمسك الموبايل بالطريقه دي. فهنا بقى موجود منفذ السماعات، فانت هتضطر بقى تقعد تعمل كده وحوارات وحاجه بجد رخمه قوي. بس بكلمك بجد والله الحمد لله ان شركه بوكو اكرمت على الجيمرز وحطت منفذ السماعات. اكتر حاجه بقى بيهتم بيها اي جيمر وهي الاداء بتاع الموبايل، فالطبيعي ان انت تهتم بالمعالج. المعالج بقى اللي جاي موجود هنا في البوكو اف 5 هو السناب دراجون 7 بلس جن 2، ولو انت مش عارف المعالج ده فهو حرفيا بيديك اداء الضعف من كل معالجات الفئه المتوسطه اللي في السعر بتاع الموبايل ده. معالج زي السناب دراجون 778 جي ده اداؤه فعلا بيكون عبيط خالص بالنسبه للاداء بتاع البوكو اف 5، بس كل ده كارقام على ورق. هل فعليا بقى هيترجم الكلام ده على ارض الواقع ونشوف اداء جيمز رهيب؟ ده اللي انت هتعرفه لو كملت الفيديو للاخر. فبرضه ما تنساش بقى تظبط اخوك كده بلايك وسبسكرايب وانت بتكمل الفيديو للاخر يعني. المهم برضه ان من الحاجات الاساسيه لاي جيمر وهي البطاريه، عشان ما يضطرش كل شويه وهو في نص الجيم يروح يشحن الموبايل بتاعه. فبرضه هنا شركه بوكو اهتمت جدا بالحوار ده وحطت لك بطاريه 5000 ملي امبير اور. وبعيدا عن الرقم اللي انت تحس ان هو رقم عادي خالص، كل الموبايلات جايب 5000 ملي امبير اور، بس بجد التجربه الفعليه بتاعه البطاريه دي مع المعالج القوي ده اللي بيوفر فعليا في استهلاك البطاريه بطريقه فظيعه قوي، انت فعليا كمان شويه هتنبهر من الاداء بتاع البطاريه ده واحنا قاعدين بنلعب. وبرده على فكره شركه بوكو هنا حاطه لك شاحن سريع 67 واط، فاللي هو فعليا انت لو اتضايقت شويه من البطاريه دي فالبطاريه هنا هتشحن معاك طياره جدا. حرفيا الموبايل بيشحن من 0 ل 100% في حوالي 50 او 55 دقيقه. عايزك بقى تسيب كل الارقام اللي على ورق دي وتركنها على جنب، وتعالى اما نجرب مع بعض لعبه كول اوف ديوتي على البوكو اف 5 ونشوف ادائها هيكون عامل ازاي، ونشوف الجرافيكس بتاعت اللعبه والفريمات بتاعتها هتكون عامله ازاي على الموبايل ده. وبس يا سيدي ادي البوكو اف 5 موجود في ايدي، ويلا بينا بقى نشوف الاداء بتاع الالعاب عليه هيكون عامل ازاي. اول حاجه برضو لازم نتاكد منها ان انا معلي اعلى حاجه في كل حاجه. زي ما انت شايف كده الريفرش ريت بتاع الشاشه هو على 120 هرتز زي ما انت شايف كده اهو، الدنيا كله تمام في الريفرش ريت، معلينه على اعلى حاجه. وكمان برضو من ناحيه البرايتنس فانا معليه يعتبر اهو على اعلى حاجه، علشان انا بتست كده البطاريه بتاعه الموبايل ان انا معلي اعلى حاجه في كل حاجه، وكمان هعلي الجرافيكس بتاعه اللعبه والفريم ريت بتاعتها عشان اشوف البطاريه هتقل كام في قد ايه لو انت معلي اعلى حاجه في كل حاجه على الموبايل. وزي ما انت شايف كده برضو هنعلي الصوت مع بعض اعلى حاجه. احنا هنعليه بصراحه شويه كده، بس انا هوطي الصوت برضو شويه عشان لما انا اجي اتكلم تقدروا تسمعوني وكده، علشان الصوت بتاع الموبايل هنا ستيريو سبيكرز، فبجد التجربه الصوتيه بتاعته هتكون كويسه جدا. فيلا بينا بقى كده نفكنا خالص من كل الكلام ده ونفتح لعبه كول اوف ديوتي. تمام ادي اللعبه اهي هتفتح مع بعض كده ونشوف الدنيا ماشيه ازاي. اعمل لايك وسبسكرايب كده برضو في النص كده عقبال ما اللعبه تفتح ونشوف هي بتشتغل على كام فريم. بس بجد يا جماعه شكل الشاشه حوار قوي بالحواف القليله بتاعتها دي مع الالوان بتاعه الشاشه الاموليد، هتاخد تجربه ممتعه قوي قوي لو انت بتحب تتفرج على فيديوز وافلام كتير، او حتى كمان لو انت جيمر. انت وانت جيمر كده دايما عينك هتكون على الشاشه بتاعه الموبايل، فالحواف القليله دي هتحسسك كده بسيمتريه جوه اللعبه. بجد هتحس كده ان انت قاعد اصلا مع الشخصيات بتاعه اللعبه. فاهي لعبه كول اوف ديوتي فتحت معانا بكل بساطه. تعالوا كده اما نشوف بقى الاعدادات بتاعتها هتشتغل على كام فريم والجرافيكس بتاعتها كام اهو. بعدين اوديو اند جرافيكس. لعبه كول اوف ديوتي على البوكو اف 5 بتشتغل معانا على هاي وماكس، تمام، يعني هتترجم معانا ل 60 اف بي اس. فتعالوا بقى نخش جيم كده ونشوف الدنيا هتبقى ماشيه ازاي. هل فعلا ال 60 اف بي اس دول هيكونوا ثابتين ولا ايه دنيا اللعبه؟ بدات اهو، بس هخش الجيم كده ونشوف بقى الدنيا ماشيه ازاي. احنا بس هنحتاج نوطي الصوت كده بس شويه عشان الصوت فعلا عالي قوي. الستيريو سبيكرز دي جامده قوي يا جدعان، الوان الشاشه تحفه قوي. انا اكتر حاجه بجد هتلاقيني معجب بيها طول وانا قاعد بلعب كده هتكون الشاشه بجد يا جدعان، مع الجرافيكس الحلوه اللي بتشغلها هنا الموبايل ده. لا انت واخد ميكس رهيب. بص كمان اللعبه سلسه لحد دلوقتي، وانا لسه ما دخلتش اي فايت او حاجه، بس لسه اهو هنشوف الدنيا مع بعض. عايز اقول لك كمان ان انت لو جيمر فهتلعب بقى ب 20 صباع هنا براحتك خالص. انا الناس اول لما بشوف اي حد يا جدعان التيم ميتس بتوعي بيقتلوهم، انا مش عارف اهو بس كده مش طبيعي برضو ان انا يعني اول كلايه كده هو اول حد يظهر قدامي ما موتوش يعني. ده معايا البوكو اف 5 يا اسطى.
يلا انت كمان موت. في صوت جاي من ورا، مش عارف، حسيت بصوت كده جاي من ورا. ايوه فعلا. اوه موتني. بس شفتوا انا لقطت الصوت اللي جاي من ورا ده ازاي بسرعه علشان الستيريو سبيكرز، حاجه حلوه بصراحه. ادي الدنيا ماشيه زي الفل، مفيش اي لاج يا جدعان ولا اي دروب الفريم لحد دلوقتي. تمام. لا ده احنا نفتح قناه جيم بقى، نفتح قناه جيمنج ونلعب عليها لعبه كول اوف ديوتي بالبوكو اف 5 ونودي بقى نهكر الدنيا خلاص. بس كده خلاص يا جدعان. لا الاداء بتاع اللعبه طياره، مفيش دروب في الفريمات ولا اي لاج لحد دلوقتي. وبقول لك ايه، في حركه صايعه قوي لازم تعملها هتودي معاك مستوى اللعب في حته تانية خالص، وهي ان انت تشد كده الحته دي على جنب وتضغط على بوست. زي ما انت شايف كده الفريمات بتاعه اللعبه قبل البوست كانت 57 اف بي اس، بعد البوست بقت 119 و120 اف بي اس. ويلا بينا بقى كده نشوف الاداء بتاع اللعبه بعد البوست ده هيبقى عامل ازاي. قبل ما اعمل بوست الاداء بتاع اللعبه كان زي الفل 60 اف بي اس من غير دروب في الفريمات ولا اي لاج. بعد البوست بقى ما نشوف بقى حوار ال 120 اف بي اس ده ايه دنيته. انا الام بتاعي رايح في داهيه بس قشطه يعني. 120 اف بي اس، بص يعني ايه 120 اف بي اس بالسعر ده. وخلي بالك برضو قبل ما بتعمل بوست اللي هو 60 اف بي اس كانت برضو شغاله بامتياز من غير دروب في الفريمات ولا اي لاج. بعد ال 120 اف بي اس برضو دلوقتي بعد ما فعلت البوست الدنيا شغاله زي الفل، مفيش اي دروب في الفريمات ولا اي لاج خالص حصل معايا لغايه دلوقتي. زي ما انتم شايفين بندخل فايتات ما بندخلش فايتات اهو. 119 120 اف بي اس، لما بتقل بتكون 116. وبعد لعب تقريبا ما يقارب بال 20 30 دقيقه كده شويه على الموبايل ده على لعبه كول اوف ديوتي، انا ما حسيتش اطلاقا باي سخونه في الظهر بتاع الموبايل كل ده. وفعلا الموبايل بيكون عليه ضغط كبير قوي من غير دروب في الفريمات ولا اي لاج، وكمان من غير اي سخونه. بصراحه الاداء بتاع الموبايل ده كان بيرفكت معايا. وبقول لك ايه، لو انت لاحظت احنا كنا بادئين لعبه على الموبايل ده وبطاريته كانت 94%، دلوقتي البطاريه بعد نص ساعه كامله من الاستخدام والحط على الموبايل والفرم بتاعه فعلا كنا معلين اعلى حاجه في كل حاجه، والجرافيكس كانت اعلى حاجه في كل حاجه، البطاريه قلت من 94% ل 90%. فكون ان هو يقل 4% في ما يقارب النص ساعه واحنا حاطين على الموبايل اعلى حاجه في كل حاجه وكمان من غير ما يسخن، بصراحه تجربه ملهاش مثيل في الفئه السعريه دي. ويلا بينا بقى كده نفتح لعبه ببجي ونشوف الدنيا ماشيه ازاي فيها، نشوف بقى الاعدادات بتاعه ببجي هتشتغل على كام فريم على الموبايل هنا، وكمان هل تنقص البطاريه كام في قد ايه بعد مثلا نص ساعه كده من اللعب على الموبايل. زي ما انت شايف كده اعلى حاجه في كل حاجه 120 هرتز برضو، والبطاريه بقت 90% اهو. وانت برضو يعني قاعد بتتسلى كده وقاعد بتتفرج على الفيديو لحد دلوقتي ولسه مش عامل لايك وسبسكرايب، انزل دلوقتي حالا اعمل لايك وسبسكرايب. وادي لعبه ببجي فتحت معانا بسرعه قوي، انا لسه ما لحقتش اصلا اقول لك اعمل لايك وسبسكرايب، فده يدل على قوه برضو المعالج والاداء بتاع الموبايل. يلا بينا بقى كده ايه نخش على الاعدادات، جرافيكس اند اوديو. لعبة ببجي على البوكو اف 5 بتشتغل على اتش دي ار وفريم ريت اكستريم، وده برضو المفروض ان هو بيترجم لنا على 60 اف بي اس. انا بصراحه مش ضامن اقول لك انها ممكن تشتغل 60 اف بي اس وبعد البوست ممكن تشتغل 120 ولا حاجه. فتعالوا كده اما نشوف الحوار ده مع بعض ونشوف الدنيا كده في جيم ولا حاجه. اوه شفت الكلتين دول حوار وب لسه بقول لك شفت الكلتين دول حوار مت على طول. بس ايا كان لا اللعبه شغاله زي الفل يا جدعان اهو. اول كام دقيقه كده انا حاسس لا بجمدان، اللعبه سلسه قوي مفيش دروب في الفريمات. اوبا ما لحقتش ابدل السلاح، ماشي قشطه. تمام لحد دلوقتي الدنيا شغاله زي الفل وعلى 60 اف بي اس من غير دروب في الفريمات ولا اي لاج. تعالوا كده اما نعمل بوست ونشوف الدنيا ماشيه ازاي. تمام اهو 60 اف بي اس 61. تمام شكل الدنيا هتفضل كده على 60 اف بي اس، يعني مش هنعلى عن 60 اف بي اس هنا في اللعبه دي. ادي اهو الدنيا. يلا هو لقطه دي لقطه جامده قوي دي. بصوا كمان دي يا جدعان يخرب بيت الجمال، انا بلعب بالبوكو اف 5 ومش هاممني اي حد. ادينا قاعدين بنلعب اهو 60 اف بي اس زي ما انت شايف كده 60 اف بي اس من غير دروب في الفريمات ولا اي لاج. واللعب هنا خلي بالك هتقدر تلعب ب8 صوابع عادي خالص. بص كده الدنيا بص 6 صوابع ولا حاجه، لا الدنيا شغاله زي الفل. ادي بص اللقطه دي، بص اللقطه دي تحفه. وبس كده يا جدعان لعبنا لعبه ببجي على الموبايل ده وبرده ما يقارب النص ساعه والموبايل قل 4%. فعموما الاداء بتاع الموبايل هنا كان جبار جدا معايا من ناحيه لعبه ببجي، فكان شغال زي الفل 60 اف بي اس من غير دروب في الفريمات ولا اي لاج. ولعبه كول اوف ديوتي كانت شغاله
شغاله من غير بوست على 60 اف بي اس، وبالبوست كانت شغاله على 120 اف بي اس، وحرفيا مفيش اي دروب في الفريم حصل. بالنسبه للناس اللي بتسالني على السخونه، فعايز اقول لك ان انا ما حسيتش باي سخونه اطلاقا، غير بس كده سخونه بسيطه في الحته اللي ناحيه الكاميرات دي، والسخونه دي مش هتحس بيها اطلاقا طول ما انت مثلا مركب الكفر اللي جاي معاه في العلبه او اي كفر عموما. فبصراحه كون ان الموبايل ده يديني اقوى اداء على اعلى اعدادات وجرافيكس وعلى اعلى ريفرش ريت وعلى اعلى كل حاجه بجد، مع الاستقرار بتاع الالعاب، وكمان مع ان هو مش بيسخن، دي بجد حاجه عظيمه جدا. لو انت جيمر انصحك بقوه ان انت تروح تشتري البوكو اف 5، فعليا موبايل جبار في حته الالعاب دي. وبس كده يا جدعان، دي كانت تجربه ببجي وكول اوف ديوتي على البوكو اف 5. اتمنى فعلا الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم بقى ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وبس. سلام.